وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند جدول إن شاء الله سنذكره الآن من خلاله نستوعب كل المدود في القرآن العظيم، وهي 9. دائما أذكركم بهذا العدد 9. المدود في القرآن العظيم 9 لا عاشر لها في كل القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة. طبعا أيها الإخوة، أبو المدود كلها هو المد الطبيعي. المد الطبيعي يا موسى، كل هذه المدود مدود طبيعية ما لها سبب، ومقدارها كما ذكرت لك. أصلا سمي مد طبيعي كما سيأتي معنا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد عليه، لا ينقصه ولا يزيد عليه بالطبع السليم. نعم، إن لم تتدخل أشياء أخرى في الطبع السليم فإن الإنسان يمده بهذا المقدار يا موسى، لا يزيد عليه ولا ينقص. هذا هو أبو المدود. المد الطبيعي هذا يلحق به مدود تندرج تحته. ثم عندنا أيضا نوعان آخرين من المدود تأملهما العلماء من خلال المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية حديث ابن عبد الله بن عمر وحديث ابن مسعود لما قرئ عليهما للفقراء والمساكين، فنبه القارئ أنها للفقراء والمساكين ممدودة في الفقراء. فهذا الحديث وهذا الأثر عن ابن مسعود وعن ابن عمر أيضا هو أساس باب المد المتصل الذي سيأتي معنا. يعني ما الذي يجعلني أطول المد هنا؟ الذي يجعلني أطول المد مجيء همزة بعد حرف المد للفقراء. مجيء هذه الهمزة هو الذي جعلني أطول. صار عندي في مد ما له سبب اللي هو الطبيعي، في مد له سبب، ونعني بالمد هنا التطويل عن الطبيعي. ما هو السبب؟ السبب هو مجيء الهمزة. إذا مجيء الهمزة بعد حرف المد من دواعي التطويل عن الطبيعي. يندرج تحته 3 مدود حتجي معنا: المد المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. وأيضا مر معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الضالين آمين، يمد بها صوته. وأيضا في أحاديث أخرى ما ذكرتها في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لها طلع نضيد فمد بها صوته. ونضيد طبعا كما نعلم هو مد عارض للسكون، لها طلع نضيد، فهذا المد نضيد. ما سببه؟ سببه سكون الدال التي بعد الياء، نضيد. هذا السكون هو سبب هذا المد. آمين أيضا سببه سكون النون في آمين. إذن قد يكون سبب المد التطويل عن الطبيعي مجيء حرف ساكن بعد حرف المد. صار عندي موجبان للتطويل عن الطبيعي: مجيء همزة أو مجيء سكون. مجيء الهمزة قلنا يندرج تحته المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى كما سنذكر الآن، اللي سببه سكون. أساسه ما يسمى بالمد اللازم وهو مثل ولا الضالين، هذه الحاقة، ألف لام، السكون هذا لام، كل هذا سيأتي معنا بالتفصيل. إذن مجيء السكون يندرج تحته اللازم، المد اللازم، ويندرج تحته المد العارض للسكون، ويندرج تحته مد اللين. ما قلته الآن شفهيا نراه على جدول أرجو أن تستوعبوه، لأن الإنسان لما يضبط المسائل الكلية وينظر إلى حيثياتها واحدة واحدة يكون عنده تصور كلي عن الموضوع الذي هو بصدده، وهو المدود في كتاب الله عز وجل. ننظر إلى اللوحة التي بين أيدينا، أنواع المد في القرآن العظيم. لاحظوا هذا الجدول بارك الله فيكم واستوعبوه. أول شيء وأساس المدود كلها كما نرى على اللوحة المد الأصلي وهو الطبيعي، مد لا سبب له، مثل يا موسى. وهذا المد الطبيعي يقابله المد الفرعي، الأصلي يقابله الفرعي. هذا الفرعي معناها يمد أكثر من حركتين، له قابلية التطويل. أما الأصلي وهو الطبيعي فيندرج تحته ويلحق به كما نرى مد البدل، مد العوض، مد الصلة الصغرى. إذن المد الطبيعي شو يندرج تحته؟ 3 مدود: البدل،
العوض الصلة الصغرى، والطبيعي هو أساس المدود وأبوها ولا سبب له، طبيعي لأنه من طبيعة الإنسان أن يمده. ننتقل الآن إلى الناحية اليسرى من الجدول، وهو المد الفرعي. المد الفرعي الذي يمد أكثر من حركتين. ما الذي يجعلني أمد أكثر من حركتين؟ قلت منذ قليل إما أن يكون السبب همز، وإما أن يكون السبب كما نرى على اللوحة السكون. أما الذي سببه الهمز فيندرج تحته ثلاثة مدود: المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. وأما الذي سببه السكون فيندرج تحته ثلاث مدود كما نرى على اللوحة: اللازم، العارض للسكون، اللين. أرجو أن تستوعبوا هذا الجدول وتحفظوه غيبا. إذن الطبيعي كما نرى القسم الأيمن من اللوحة لونه أزرق تقريبا، أزرق فاتح، يندرج تحته ثلاثة مدود: البدل، العوض، الصلة الصغرى. القسم الأوسط من الجدول وهو المد الفرعي الذي سببه مجيء همزة، يندرج تحته ثلاث مدود: المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. القسم الأيسر من الجدول وهو الفرعي سببه السكون، يندرج تحته ثلاث مدود كما نرى: المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين. لا يوجد في القرآن العظيم مد يخرج عن هذا الجدول الذي ترونه أمامكم.